شرحات الدجاج بتبلة كتير ظريفة وجديدة بالنسبة إلي. سهلة وسريعة، خلونا اليوم نعملها مع بعض. تبلة الدجاج عبارة عن ليمونة معصورة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الزعتر الأخضر أو الأوريجانو، كتير عطاها نكهة ظريفة، معلقة صغيرة فلفلة حمراء، زنجبيل مطحون، هال مطحون، وبدي كمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس، ورشة صغيرة من الكمون. لا تخافوا من الكمون بتعطيها نكهة طيبة. 3 معالق كبيرة بقدونس مفروم، كمان البقدونس بالنسبة للتبلة شي جديد أنا كان علي. حطينا الشرحات فوقهم، هدول 500 جرام من شرحات الدجاج، بنتركهم على طرف ساعة ساعتين لياخدوا من النكهة. على النار بنحط معلقة كبيرة من الزبدة، بس صارت الزبدة كتير سخنة بنحط فوقهم الشرحات، ما بنحركهم لياخدوا لون، بس أخدوا لون بنقلبهم والحرارة لساتها مرتفعة، وبس أخدوا لون من الطرفين فينا نضعف شوي الحرارة للوسط ومنغطيهم، بتكون على نار هادية لياخدوا هاللون. وصحة يا رب وألف هنا.